بدأ زي المجنون يفيا وإيده راح عادية هنا وهنا. قلت له طب بالراحة. سحبت على أوضتي وقفلت الباب بالمفتاح وخلعت كل اللي كنت لابسه. كان زي الأسد. تعبت قوي معاه لدرجة إن بعد شوية تعبت وكنت بترجاه عشان يبطل. صاحب ابني وكنت متعاطفة معاه جدا لدرجة إنه في الفترة الأخيرة ده بيخليه يبات معاه كمان، لحد ما في يوم كنت بروق المطبخ وبغسل المواعين لابسة براحتي على الآخر، وكنت بغني أغنية كده بهز معاها، يعني رقص كده على خفيف. ولسه بتلفت ورايا لقيت علي واقف بيتفرج عليا ومنسجم آخر انسجام. كنت لابسة عباية بيت خفيفة ومن المية لازقة على ومبينة كل تفاصيله، وكمان مشمراها لفوق الركبة يعني ولا كأني لابسة أي حاجة. وقال لي أنا آسف جدا يا طنط، أنا بس رايح الحمام. قال لي بس بصراحة انت صوتك يجنن وانت بتغني. قلت له صوتي بس اللي عجبك؟ هو اتلدلك في الكلام وقال هو بصراحة انت كلك على بعضك زي القمر، انت في دمار الشام. وبصراحة فرحت قوي ان انا دلوقتي في الشقة انا وعلي لوحدنا. دخلت اوضتي ظبطت نفسي ولبست اكتر حاجة عندي، يلا بينا. ورحت له على الأوضة قلت له عامل لك شاي. هو من شكلي كده قام وقف. انا برضو جميلة في نار والحرمان والشوق باينين عليا. ومسكت ايده ولقيته بيتفاش. قربت منه وبوسة خفيفة على خده وبدأ زي المجنون فيا يا احمد. وايده راح عادية هنا وهنا. قلت له طب بالراحة. قال مش قادر ده مالك هيجنني. شديته من ايده وسحبت على اوضتي وقفلت الباب بالمفتاح وخلعت كل اللي كنت لابساه وهو كمان، وبقينا زي ما اتولدنا. وواضح انه كان جعان ونفسه في اللي نفسي فيه واكتر. كان زي الاسد. تعبت قوي معاه لدرجة ان بعد شوية تعبت وكنت بترجاه عشان يبطل. خلاص ما عمتش قادرة.